أكد على كلام أخي جفارة ونفس الكلام اللي قلته بدري اللي هو بصدد بعض المعلومات اللي تقال وأحيانا تاخذ الحيطة والحذر منها، لأن أحيانا يكون تأثيرها عكسي، وحتى راهم معانا ناس جردان ثم يراهم الطرف الثاني معانا ويأخذوا في المعلومات ويأخذوا حذرهم أكثر بشكل أكثر، وبالتالي إحنا ما نعطيهمش المعلومة بشكل إن إحنا رانا يعني كل فايقيكم. أحيانا مرات يكون في شيء معين يعني يعمل، نحن مرات نفشلوا حاجة معينة، مرات يعني مش كويسة، فيا ريت نبتعدوا عنها. حتى في حاجة معلومة يعني طلعت للآدمن طورة والشخص اللي وصلها طورة وخلاص بدون ذكر على العام، يعني هذا بشكل عام. أخي اللي قبلي يعني أحيانا الآن يعني بعض الأخوة شفت أن في نقاش على سن الرؤية أحيانا مش واضحة، أحيانا لو قلنا لواو الشفانة واخذ الصدر الإعلامي أحيانا فعلا زي ما قال أخوي بيكون في ظلم، في ناس قاتلت بيكونوا في الحالتين، سواء كان النصر أو مش قال الحاجة الثانية أو عكس النصر، بيكون فيه نوع من الإجحاف لأحد الطرفين. لكن يعني فعلا هذه أعتقد أن من أول ما طلعوا فيديوهات أو بعض المقاطع، أنا شخصيا كلمت الآدمن الرئيسي اللي هو الأخ القرضبية، قلت له يا ريت تبتعدوا حتى في الفيديوهات تنشر عن نفس مصطلحات هذه أسود والشفانة. احنا ما عندنا شك أسود والشفانة، ما في ذلك شك، وأغلب الحرار من القبائل أسود وشجعان، لكن هذا مدبين ابتعدوا عنها، وخلي المسمى اللي هو زي ما حدث اللي هو جيش القبائل، شباب القبائل، هم تحت يعني قوات القبائل، يعني بيكون أعم وأفضل، وكلنا بالكامل ننطق تحته، بيكون أفضل في كل الأحوال. الآن أخي اللي قبلي أعتقد تريبولي قال نقطة مهمة جدا، أحيانا عدم وضوح الرؤية، وحتى من يعني الجانب الإعلامي لمجلس القبائل أو الجانب السياسي، أحيانا الرؤية مش واضحة، يفترض أنه يعمل تحديث للمعلومات لوين وصلوا وكيف صار. لكن أنا زي ما نقول لك يعني زي ما يقولوا تلوم بالضبط، تلوم وتعذر، أحيانا تلوم وتعذر لأن اللي على الأرض هم أدرى بحالهم أحيانا. لكن فعلا حتى أنا الآن لو بشكل شخصي والله يعني كنت أتمنى أن الصورة تكون قدامي واضحة كلها، لكن مرات هذا يعني قد يكون مش مصطلحها. لكن الشيء الوحيد اللي نحب نأكد عليه إن الآن تو حتى شوف بعض الشباب الأخوة قالوا راه بعض القبائل ومناطق، إذا كان المقصود من ناحية التحريض والحث هذا كويس، يعني ممتاز، يعني خلي نقولوا هنا يعني ما شاركوش، لكن بدل نقولوا ما شاركوش ونقولوا نوع من التقاعس، ونقولوا مزيد من المشاركة، يعني حتى اللفظ والتعبير يكون أفضل. لأن لو قلنا أنتم ما شاركتوش وصفتكم معكم، مرات في ناس ماشية إذا نحتوا يعني راهو اللي ماشي مهما كان في النهاية ينتمي اللي عنده منطقة وعنده عائلة وعنده قبيلة فعلا، لكن حتى ماشي بشكل فردي، لكن في النهاية راهو يرجع له، احنا بمجتمع قبلي. فيا ريت نقولوا مزيدا من المشاركة في العمليات اللي صايرة، مزيدا من الدعم لأخوتنا، يعني أفضل يكون يعني حتى في اللفظ رب يكون أدق ويكون أشمل. اللي بنقولها قصدي إن الآن في هالبرجدة اللي يقول لك هل راهي في مشاركة للقبائل شاركت ولا ما مشاركة، هل مشاركة بشكل يعني رسمي والله هي مشاركة بشكل أفراد، هذه رجل الكبير. واعتقد أن الآن اللي يفهم وحسب وجهة نظري أن الآن كل القبائل اللي شاركت في ملتقى القبائل وكانت حاضرة وبايعت ووقعت عليه البيان وعلى النقاط اللي فيه، وتم اختيار يعني قيادة عامة المجلس أو تم اختيار أمانة عامة والله مجلس، وتم اختيار الناطق واعتمدوا عليه ووافقوا عليه. الآن أراه لسنا بحاجة إلى أن كل يعني يرى من ناحية عملية، أعتقد مش عارف، لسنا بحاجة إن
كل قبيلة تطلع وتعلن تقول يرى لا أنا يراني دزيت كم مقاتل، يراني مشاركة. ليش؟ لأن أصلا هي من الأول لما حضرت مؤتمر القبائل ووقعت على الوثيقة وعلى البيان، إذن بالطبيعي أي قرار بيخرج عن هذا المجلس بيمثلها. يعني فلنضرب مثل بسيط، أي مثلا قبيلة أو منطقة فيها مجلس مثلا اجتماعي أو فيها مجلس قبلي، فنأخذ مثلا خلينا نقوله للتقريب المجلس الاجتماعي لمنطقة بن وليد أو لقبائل وفلة بن وليد، هم الآن اجتمعوا وشكلوا مجلس وقالوا لي مثلنا مجلس. الآن لسنا بحاجة إلى أن أي قرار يتخذ المجلس أن تطلع كل قبيلة من قبائل بن وليد وتقول يعني لابد تعلن موافقتها عليه بشكل مفرد. خلاص ما دام المجلس تم قراره وتم المبايع عليه بالكامل وكلهم بيعوا وقال هذا اللي مثلنا، خلاص اللي يقول يعني هذا اللي يقول المجلس معناه خلاص تم، اللي يقول المجلس الاجتماعي معناه ملزم للكل وردي القبائل موافقة عليها. قصدي يعني هي ما مش بحاجة أن راي تطلع قبيلة معينة وتعلن. وهكذا مجلس يعني هذا اللي حدث في مجلس القبائل أو مجلس الشباب. هذا خلاص ما دام حضروا وبايعوا ووقعوا، الآن اللي يحدث الآن ما عادش في داعي أن كل قبيلة تطلع. مثلا في قبيلة ما بعت عندها مقاتلين 100 1000 200 500، ما عادش في داعي تطلع وتقول لا أراني شاركت في الحرب اللي تصير الآن وراني بعت كذا كذا، ما عادش في داعي تقولها. لأن يعني ردي فيها بند يقولوا أي اعتداء على قبيلة معينة والله على حدودها والله كذا يعتبر اعتداء على هذه القبائل اللي حاضر بالكامل وهي ملزمة بالمشاركة. إذن خلاص ما عادش في داعي أن احنا يعني نطلب من القبائل تعلن يعني تشارك. معناتها القبائل يعني هلا نقول هي مشاركتها شو وينها؟ معناتها راهي تلقائيا المشاركة، لكن ما يش عالم راهي يعني ما فيش داعي تعلن. لأن ما دام الآن الحرب والقتال تحت مسمى جيش القبائل قوة القبائل، أنا ما فيش داعي نعلن. لو كان الموضوع شخصي مثلا أو موضوع قبلي زي ما كان المرة اللي فاتت، كان زي ما قال أخي اللي قبلي كانت برشفانة بروحها تحركت، بعدين صح هنا بعدين في بعض القبائل اللي لا علاقة بشفانة عندها ارتباط قبلي، عندها صف، عندها عاطفة، عندها لأي تحت أي مسمى صح تعال تقول لي يراني ماشية من دعم اخوتي والشفان، هيك اخوتنا قبيلتنا تربطنا دم تحت أي مسمى. ممكن هذه ممكن معاكم ولدوا كل قبيلة تعلن، واللي ما تعلنتش معناها ان هي مش ماشية. يعني معلش لوم لكن مش ماشية يعني معناش علاقة بهذه القبيلة تربطها اللي تفرض عليها ان هي تمشي تساعدها ولا ما تساعدهاش. لكن الآن تحت مسمى مؤتمر القبائل وهذا الكيان السياسي اللي انضم أغلب الليبيين، مش قال كل ليبيا، أغلب القبائل الليبية انضمت تحت لوائه، إذا ما عادش في داعي لتنفرد كل قبيلة بالإعلان أنها شاركت ولا ما شاركت. يعني الآن في قبائل أوردي مشاركة وداز مقاتلين ويقاتلوا ليست بحاجة للآن عن نفسها. يعني هذا من جانب سياسي ومن جانب يعني إداري، إضافة إلى ذلك أحيانا من جانب أمني أو من جانب يعني هم يروه مرات يقول لك يعني الآن نشارك لو قبيلة واحدة بس أعلنت أن هي مرات تتم السفرات بها بشكل آخر. فأنا يعني المهم قال أنت يعني همك يعني خل عدة من الناطور، أنا يهمني الناس تجي تقاتل معي وخلاص اللي يهمني. إلا إذا كان رأينا أو رأى المجلس يعني هذا المجلس بتاع القبائل رأى أن الإعلان من عدة قبائل قد يشتت العدو زي ما قال أخي، وهذه السياسة مقبولة عندنا برغم أننا قصدي مش عسكري لكن منطقية جدا. لما تعلن مثلا قبائل بعيدة شوية يعني تعلن أن هي راهي منضمة وستقاتل، ممكن هذا يشتت العدو، ممكن يقلل الدعم اللي جاي للعدو. ممكن هذا يعني في هذه الحالة يعني هم أدرى وهم اللي يعرفوا أمتى يعلنوا، هم اللي يعرفوا أمتى بيقولوا لهذا القبيل اعلني يعني عن نفسك وانت اعلني عن نفسك وإحنا مستعدين نأمنك
بشكل أو بآخر. لكن أعتقد أن راهي الكلمة الفصل وهم الناس اللي على الأرض راهي تعرف ما تدير، وهي السياسية دي أو الجانب العسكري، أعتقد أنهم واخذين كل هذا في الاعتبار. أراهم احترام لكل وجهات النظر. وأني بروحي يا ريت لما بجانب يعني حب الاطلاع يا ريت نلقى يعني نفهم حتى ايش يدور، اني كان نلقى نفهم كل شيء، لكن هذا مستحيل. يعني مستحيل نفهم اللي كنت على الارض. حتى اللي على الارض احيانا راهو اللي في لعبة القتال مش فاهم حتى الاستراتيجيه شو بيصير، لانه من جانب امني ما يعطوك انت واحد مقاتل يقول لك راهو راح نغدو ماشيين وندير لان مرات انت يعني تقع في الاسر تعترف تحت السليب، انت عارفهم يعني. فراهو اللي خطط مو شرط يعلم اللي ينفذ بكل شيء، حتى من يعني كلنا عارفينها. فبالتالي فعلا احنا اذا كان من جانب التحريضي يا ريت نقولوا مزيد من المشاركه، والقبائل اللي مشاركه تتشارك، لكن ما نقولوا يا اخواننا راهم ورشفاننا قاعده بروحها، ورشفاننا ما جاي احد، عندنا القبائل راقده. احيانا انا نشعر ان مرات في نوع من الاجحاف فيها. بعد فترة تطلع الحقائق ويطلع عن قبائل شاركت، ولكن أحيانا قد يكون طلب منهم حتى من مجلس القبائل أحيانا طلب من بعض القبائل عدم الاستطاعة عن نفسها. الله أعلم شو يصير. مرات قبائل قاعدة في مرمى النيران، مرات قبائل قاعدة بروحها لو تعلن يتم الالتفاف حولها. الله أعلم. يعني هذا كله ما راهو يعني يجب أن يأخذ يعني كله يجب ناخذوه، ويجب أن ناخذوه في الاعتبار. وحتى لما نتكلم رغم نكونوا نظلموا بعض المناطق، نظلموا بعض الناس، نظلموا بعض القبائل، خلي كلامنا يكون يا ريت مزيد من المشاركة. والباقي يعني باقي التفاصيل خلوها اللي على الأرض. أرى الناس اللي على الأرض هلنا وراهم يشتغلوا، هم اللي على الأرض وليهم 3 سنوات يعرفوا كيف يشتغلوا، ويعرفوا وين البرخة ماشية، ويعرفوا قوتهم، وهم أدرى يقدر عدوهم اللي قدامهم كم، وهم كم قوتهم هم أدرى بذلك. يعني هذا اللي حبيت نقوله وحبيت ندخل به. وشكرا، بارك الله فيكم، وشكرا على الاستماع. شكرا كل اللي شارك في النقطة دي بالذات، وبارك الله فيكم. أنا قاعد معاكم ونسمع في بعض.